إذا بغيت تغير زاويتك في التفكير راك في المكان الصح. زاوية اليوم: علاش نعيش سيناريو سلبي في راسي قبل ما يصرى أصلا؟ على بالك باللي مرات المشكلة ما تكونش صرات وانت تكون عشتها عشرات المرات في راسك. نعطيكم مثال: تكون رايح لمقابلة عمل وتبدأ تقول: إذا ما قبلونيش، إذا غلط، إذا ضحكوا عليا، إذا فشلت. وتلقى روحك عييت وتقلقت وخفت كل صرات بصح في الواقع، وفي الأخير ما يصرى والو. بصح علاش يصرى كيما هاك؟ لخاطرش مخنا بطبيعته يحاول يتوقع أسوأ الاحتمالات باش يحمينا من أي خطر. والمشكلة في بعض المرات ما يفرقش بين خطر حقيقي وخطر غير موجود غير في خيالنا. ومن هذه نفهموا باللي ماشي دائما الواقع هو اللي يعيينا أكثر هو السيناريو اللي يصنعه مخنا قبل ما يصرى والو في الواقع. وعلى هذه المرة الجاية كي تلقى روحك تتقلق بزاف على حاجة مازال ما صرات، سقسي روحك هذا السؤال: هذا كاين في الواقع ولا هذا غير سيناريو اللي راه في راسي؟ ومع الوقت غادي تكتشف باللي في أغلب الأوقات أكبر معركة ما تكونش في الواقع، تكون داخل راسك. قولوا لي في التعليقات شحال من مرة تقلقتوا على حاجة وفي الأخير ما صرا منها والو.